بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو كنا مع بعض فيه. آه يعني الاول احنا بنعمل الفيديو ملان شوية حاجات كده، كفتة رز وفول مدمس وطعمية. ده الفيديو عشان نبقى متفقين عليه. نتفق بقى على الايه، الحاجات اللي انا عايزاها منكم او الطلبات اللي بتمناها منكم. ان انا عايزه لايك وكومنت حلو كده تشكروا الله او تصلوا على النبي فيه، واشتراككم الجميل ما تنسوهوش. تمام. عايزين بقى نقول ايه المكونات اللي معانا في كفتة الرز. ايه نشوف كده ونقول ايه بسم الله. الوقت ده حوالي 3 كيلو رز او ازيد شوية، وعليهم إيه كيلو لحمة، ولحمة قطع زي ما شايفينها كده، لان طبعا كله هيتفرم في بعض، وتوم وبصل وخضرة محشي او اللي هي خضرة شبت، بقدونس، كزبرة، إيه، بطاطس. يعني يعتبر وجبة كاملة متكاملة، واللحمة طبعا. فده كله عملناه وخلطناه ببعضه كده. وعلشان انا تعبانه ما قدرتش ادور على المكنه اللي هي احنا بنقول عليها في الفلاحين مكنه البسكوت، او المفرمه اللي هي ايه يعني الكل عارفها. فهي دي ايه، وديتهم المحل يتفرموا وايه وايجوا. ولظروف ما حصلت لي يعني كده ما قدرتش ان انا اصبعهم واكيسهم معاكم، او اصبعهم يعني واحطهم في اطباق وفي الفريزر وايه واحطهم. إيه يعني ظروف حصلت لي ما قدرتش اعمل معاكم كده، فحطيتهم ايه في الاكياس كده وحطيتهم في الفريزر وسبتهم. هنا بقى ندخل على الفول المدمس. ايه كنا غاسلينه ونقعينه ايه بقالنا حوالي 12 ساعة، وغسلاه كم مرة علشان المادة اللي بتبقى على القشر لازقة من بره. دي يعتبر مادة سامة، لازم يتغسل مرة واتنين وعشرة كمان علشان المادة دي تروح من عليه. فعشان ننقعه نغسله قبلها ايه غسيل محترم كده، وايه كم مرة يعني نغسل ونكب المية ونرجع ايه نحط له مية جديدة. وسبته منقوع بقول لكم حوالي 12 ساعة، وعلقت عليه النار، او يعني ولعت عليه ايه النار. هنا نيجي بقى الايه للطعمية. الست طعمية هانم اللي زي ما قلت لكم في اول الفيديو انا كنت تعبانة وايه ما اقدرش ادور المكنة، فعملتها ايه بالخلاط. وحطيت ايه حوالي كوباية مية علشان ايه اقدر اشغل الخلاط، لاني سلفتي بقول لها انا مش هقدر اشغل المفرمه او المكنه دي. قالت لي اعمليها في الخلاط. انا عملتها في الخلاط. يا بنتي ازاي؟ قالت كده حط كوبايه ميه، والكوبايه الميه تفضل شغاله معاكي طول ما انت بتفرمي. يعني ايه طول ما انا بفرم؟ يعني إيه احط الدور الاولاني احط كوبايه الميه ده وشغل الخلاط إيه علشان ايه تفرمه ناعم وتبقى حلوه، وبعد كده ايه تصفيها زي ما هنشوف معانا ايه في الفيديو كده. بس خليكم متابعين معايا الفيديو، وما تنسوش زي ما قلت لكم ايه اللايك وكومنت حلو واشتراك. يعني اللي بيشوف قناتي لاول مره يدخل واشترك، ده اللي لسه ما اشتركش. واللي مشترك وما بيجيلوش اشعارات يلغي الاشتراك ويرجع يشترك تاني، ويشغل الجرس اللي على شمال الفيديو بالاشعارات للكل. اتفقنا كده؟ نرجع بقى مرجوعنا لايه للطعميه. الطعميه طبعا انا كنت هنا كترت على الخلاط، يعني تقلت عليه، فعلشان كده ايه مش راضي ايه يشتغل. جبت لي سباتيولا وقعدت اقلب بقى، اللي تحت جبته فوق واللي فوق جبته تحت، علشان ايه يقدر يلف إيه يعني الخليط اللي في الخلاط يلف. فطبعا برضو تقيل عليه، فهنا برضو بحاول اقلبه مرة كمان مفيش فايدة. بقوم جايبة ايه اقوم جايبه شويه ميه تانيين، واقوم مزوده الخليط ده علشان إيه يقدر الخلاط يلف بالحاجه اللي فيه. لان بعد برضو ما عملته كده بعد ما عملته كده وقلبته مره واتنين ما رضاش برضو يقلب معايا. زي ما شايفين كده زودت شويه الميه دول، فاقوم جايه بقى ايه مشغلاه، وربنا هيكرم ويا مسهل ويشتغل معايا. يعني ما تركزوش في المكان ولا القعده وكده، لان انا جبت كل حاجتي في الصاله وشغلت المروحه وقعدت تحت منها، وما قدرتش على الحر ده بصراحه. لان المطبخ لوحده في الحر، يعني المطبخ لوحده من غير حر
يعني الناس ما بتقدرش تقف فيه، ما بالكم بقى بالحر اللي احنا فيه ده. دعواتكم وربنا يأجرنا كده يا رب من حر جهنم وعذاب جهنم، اللهم امين. وربنا يعين كل واحد شقيان على حاله وعلى رزقه في الحر ده وفي الايه تحت الشمس دي. نرجع مرجوعنا للفيديو. وبعد كده ايه فرمنا الطعميه، وزي ما قلت لكم كوبايه الميه هتفضل شغاله معانا لاخر الايه الفرم في الطعميه، يعني لاخر الفيديو. جبنا بقى بوله وفضينا الخليط اللي هو في الشفشق ده، ونقوم جايين مصفيين الميه اللي انا قلت لكم عليها دي في مصفى سلك، علشان نصفي منها، نحاول يعني بقدر الامكان ننشفها خالص، علشان لو احتاجت ميه في اخر الخلاط خالص او اخر الخليط نبقى نزودها، يعني طالما هتبقى ناشفه. انما احنا مش عايزينها تفضل فيها ميه لعند ما نخلص ونشوف ان احتاجت نحط لها، ما احتاجتش يبقى خلاص. وخلاص طفينا الخليط ده خالص كده بالمصفى السلك زي ما شايفينه. وتشوفوه معايا بقى نجيب بوله كمان ونقوم جايين ما يفضيينه فيها كده، ونشوف ايه اللي هيحصل معانا بعد كده. جبت انا بقى البوله وفضيته، يعني خليتها يابسه خالص زي ما قلت لكم كده، علشان ما تبص مني، او بمعنى اصح يعني انا محتاجه احط احسن ما ان انا ما اعرفش اتحكم فيها يعني. فهي كانت يابسه خالص وناشفه، وكوبايه الميه مستمره معانا زي ما قلت لكم لاخر الفيديو او اخر الخليط. جبنا بقى حطينا الميه في قلب الخلاط زي ما قلت لكم كده، واشتغلنا عليها تاني. زودنا بقى المره دي كمان حبه خليط، بس ما زودتش بقى، ما تقلتش يعني بمعنى اصح على الخلاط، عشان يقدر يلف بسرعه وما يتعبنيش معاه. خليكم مركزين معايا في الفيديو كده، او زي ما قلت لكم اهو، يعني حبه بحبه. والميه لما تكون زياده احنا كده كده بنصفي الخليط ده. وبحاول بقى بالاسباتيوله كده او اي معلقه اقلب او انزل اللي على الحراف، علشان ما يبقاش حاجه يعني الحبايه سليمه في قلب الخليط، ممكن تبقى في الخلاط كده لازقه من فوق وما تكونش نزلت في الخليط ده، تفضل حبايه سليمه زي ما بنبقى نجيبها يعني من مطعم او حاجه. كده بقى انعمه خالص علشان ما يبقاش فيها حاجه زي ما شايفين كده. في الوقت ده سلفتي قاعده جنبي بتقول لي احمد ربنا اهوت، يعني بقولي ان انا اللي قلت لك على فكره الميه والخلاط. قلت لها حاضر، بس كده بس باسمع الفيديو وانا هقول كل اللي انت عايزاه، بس تابعيني انت. قالت انت بتقولي لي على ان اساس ان انا ما بتابعكيش؟ قلت لها لا، انا عارفه ان انت بتتابعي. فهنا بقى كان اخر حبه في الخليط ده، وهنسيبه زي ما هو كده بحاله، ونسيبه بالميه بتاعته. ليه؟ لان زي ما شايفينه كده هو ناعم خالص اهوت، يعني انا بحاول اوريهولكم، وبقى يعني يعتبر زي الميه، واحنا منشفين الخليط التاني خالص، ويعتبر جاف ما فيهوش اي سوائل. هي بقى لما يكون فيها سوائل بت يعني بت يعني بتبقى طريه وهشه كده في اما بتطلع مش طريه، يعني طريه بمعنى طريه، لا يعني بتبقى هشه كده ما تطلعها من الزيت ده. انا قلبت كل الميه على الخليط اللي كان زي ما قلت لكم اهو، واقلبه كده ببعضه علشان هو كان جاف، كله هيعادل بعض. تمام. هنرجع بقى لمرجوعنا في بعد ما خلصت الكلام ده كله وخلصناه، اقوم جايه معبياهم في اكياس. احنا كنت في الوقت ده بعمل قبل الفطار، يعني انا بقول لكم حوالي الساعه 10 الصبح حاجه زي كده. فخلصت وعملت منه فطرنا، وده شكل الخليط شوفوا عامل ازاي، يعني بصراحه ما شاء الله عليهم. المهم كده قلبته وعبيه في اكياس. بعد ما ما اخلط عليه بقى البهارات بتاعته، او يعني حطيت له
كزبره ناشفه، واللهم صل على سيدنا محمد، شمر. وده الفول زي ما سبته بقى مع نفسه كده، وده في نص السوا كده حطيت عليه كوبايه العدس ده، وبعد ما استوى كيسته. فده شكل الطعميه اهي زي ما قلت لكم، ودول اللي فاضوا فحطيتهم في اكياس كده وكيستهم هما والفول وكده. الفول حوالي 5 اكياس بعد ما عملنا فطار هو والطعميه. دول كان شكلهم، ودخلتهم على الفريزر على طول. وما تنسونيش بقى كومنتوا ولايك حلو كده زيكم. تمام. تمام.